نقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء يوم أمس عن مصدر في هيئات تصدير السلاح الروسية أن روسيا ستسلم 40 طائرة هليكوبتر هجومية طراز مي 28 ME للجزائر بموجب عقد ثنائي مبرم بينهما. التقرير لسمية مريجة. طلبا من الجزائر وخصيصا لها، صممت روسيا عددا من المروحيات القتالية الأسطورة صياد الليل ME 28 NE، مروحية جديدة تختلف عن ME 28 العادية بتوفر نظام القيادة المزدوج الذي يسمح بقيادة المروحية من قمرة القيادة للطيار أو مقصورة الملاح. هي مروحية مترصدة تستخدم للبحث عن الدبابات والمدرعات والقوى البشرية والمنشآت الدفاعية المعادية وتدميرها. تتحرك ليلا ونهارا وفي مختلف التضاريس الأرضية وعلى ارتفاعات منخفضة جدا. تم تصنيع أول نموذج تجريبي للمروحية مزدوجة القيادة عام 2014، أما اختبارها الرسمي فقد انتهى في نهاية عام 2015. تبلغ سرعتها القصوى حوالي 324 كم في الساعة، أما عن طولها فيفوق 18 مترا. تم تصميم طراز ME 28 NE لتوفير الدعم الناري للقوات البرية إلى الأمام، بوصفها جزءا من الجانب الاحتياطي لمضاد الدبابات، كما تعتبر مرافقة لدعم الهجوم الجوي التكتيكي لوحدات القوى المهاجمة والمحمولة جوا.